وأنا بشتغل وهي قاعدة مرتاحة. وبقيت أنظف لحد ما نظفت كل الشقة تقريبا. حسيت إنها بتستغلني قوي واتخنقت وكتمت في نفسي ومشيت، وأنا دمي محروق منها ومن أدهم، لأنه وعدني إنه هيكون لينا حياة مستقلة. ولما رجعت البيت دخلت أوضتي وأنا مقهورة على حالي، وكنت تعبانة جدا من المجهود الفظيع اللي عملته، وقررت إن دي علاقة فاشلة ومش هينفع أكمل معاه، وإني الصبح هكلمه وأنهي كل حاجة بينا. وفعلا تاني يوم الصبح نزلت الشغل واتصلت على أدهم وقلت له بص يا أدهم، أنا ممكن أستحمل إني أقعد معاك في بيت عيلة واستحمل ظروفك الصعبة، لكن إن مامتك تبهدلني وده لا يمكن استحمله. قال لي حقك عليا، أنا عارف إن ماما ضغطت عليكي امبارح، بس هي ست كبيرة ولازم نستحملها، يعني أعمل لها إيه؟ قلت له ما هو ده اللي أنا قلت عليه من الأول، أنت مش هتقدر تعمل حدود بيني وبينها، متعملش حاجة يا أدهم، أنا غير مجبرة أستحملها وكفاية لحد كده. قال لي تعالي نتقابل ونتكلم، ورحت فعلا قابلته في كافيه نتكلم شوية. قال لي إنه بيحبني وما يقدرش يسيبني، وإنه في نفس الوقت مسؤول عن أمه ما يقدرش يسيبها. واحنا بنتكلم اتصلت بيه أمه وفضلت تكلمه فترة طويلة أكنها مش عايزاه يقعد معايا، لدرجة إن اتخنقت وقلت له كده مش هينفع، أنا ماشية وسبته ومشيت. قررت أهدي أعصابي عشان أعرف أخد قرار، فنزلت وقعدت في النادي عشان أفصل وأخد قرار سليم. وأنا في النادي لقيت كلب فضلت ألعب معاه، لقيت صاحبته بعيد بتدور عليه، ناديت عليها، ولما جيت لقيتها شخصية لطيفة وقعدنا مع بعض نحكي، وحكيت لها مشكلتي أنا وأدهم. قالت لي شوفي يا هند، اللي بتلاقيه دلوقتي هتلاقي بعد الجواز أضعافه، ومحدش هينفعك ساعتها، حاولي تحسمي الأمور وتفكري بالعقل. سمعت كلامها وقعدت أفكر في علاقتي بأدهم، ولقيت إن أدهم شخص بيحبني قوي وأنا كمان بحبه، لكن عمره ما هيقدر يقف قدام أمه لو غلطت في حقي، وده موضوع صعب بالنسبة لي. رجعت البيت بعد يوم ممتع جدا في النادي، وأنا خلاص عارفة هعمل إيه بكرة ومرتاحة لقراري. قرأت في كتاب لحد ما نمت. وتاني يوم في الشغل لقيت أدهم جايلي ومعاه بوكي ورد وشوكولاتة، اتفاجئت قوي بيه، كنت أول مرة أحس إنه خايف يخسرني. اتبسطت قوي بس حاولت ما بينش قدامه. قدم لي الورد وقال لي حقك عليا، أنا فعلا كنت غلطان، كان لازم أصلح بينك وبين أمي وأتكلم معاها عشان المشاكل. ضعفت لما اعتذر لي وقلت له خلاص ما حصلش حاجة يا أدهم، أنا بعتبر مامتك زي مامتي بالظبط، بس طريقتها هي اللي بتضايقني، أنا ممكن أعمل لها كل حاجة من غير ما أحس إنها عايزة تستغلني. وبعد فترة كلها خناقات ومشاكل بيني وبين أمه، اتجوزت أنا وأدهم وعملنا فرح كبير وكنت مبسوطة قوي. وبعد حوالي شهرين من جوازنا حماتي اتغيرت معاملتها معايا. في مرة جوزي نزل الشغل وأنا كنت قاعدة بفطر، فجأة لقيتها دخلت عليا من باب الشقة وقالت لي صباح الخير يا هند. قلت لها وأنا مصدومة انتي دخلتي هنا ازاي؟ قالت لي بالمفتاح يا حبيبتي، هي مش دي شقة ابني؟ يعني أدخل وقت ما أحب واخرج وقت ما أحب، ويلا بقى عشان